هاي 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 السلام عليكم. هاي بقول لكم ايه رايكم لو نعمل حلقتنا النهارده من عالم عيال عن الشاور الحموم؟ عارفينه؟ ايش؟ مين فيكم بيحب الحموم؟ انا. ومين بيكرهه؟ ليه يا معز بتكرهه؟ بياخد وقت كتير وانا واحد كسلان، بكسل اسمي اطلع من الدش، بكسل ادخل الدش. حبيبي مريم معز يوسف. قولوا لي سكه ودغري كده، مين فيكم بيغسل وشه الصبح؟ انا ايه يا معز، ولا بتغسل وشك ولا بتستحمى؟ امال بتعمل ايه يا حبيبي؟ انا انسان اخر معرفته بالنظافه اسمه ترويق اوضتك، غسل اسنانك، اسمع كلام مامتك، واغسل اسمه ايديا مش قبل الاكل، لا بعد الاكل بس. طب بص يا يوسف، انا لا هسال مريم ولا حبيبه عن رايهم في اللي قاله معز، بس يهمني ان انت كراجل زيه تقول لي رايك ايه. لا الصراحه رايي انا موافق، بحب اعمل كل ده. بتحب تعمل كل ده؟ طب ما هو بني ادم طبيعي اهو زيه زينا عادي. انا انسان كسول مش ببرع غير في الحاجه اللي بحبها بس. ويا ترى ايه الحاجه اللي انت بتحبها؟ كوره. لا لعب الرياضه. لو ما استحميناش لمده شهرين، مين اول حد هيبعد عننا؟ ماما. اخوي. يا ستار يا رب. اول واحد هيبعد عنك اخوك؟ ده مش طايقك بقى. هو كده كده مش طايقني. وانت يا يوسف لو ما استحميتش لمده شهرين، مين اول حد هيبعد صحابي عنك؟ كلهم. صحابي كلهم. هو انا اصلا انا بستحمى كل يوم. انا ساعات ماما وساعات صحابي، بس هو ما حصلش. طب تفتكروا مين بيحب الحموم اكتر، البنات ولا الولاد؟ البنات اكيد. طب وبتعملوا ايه في تسريح شعركم؟ بقعد ساعتين عقبال ما اسلكه، 500 ساعه. انا مامتي مره دخلت حمام عندنا اسمه تقريبا انا كنت مزنوق. طب يا ستوب ايه بتعملي ايه يا مريم في تسريح شعرك؟ بسلكه، وبعدين لما بسلكه بخش بقى اغسله، بعدين اسرحه تاني. يا معز، بما انك اكبر كسلان معانا في حلقتنا النهارده، عايزه اسالك سؤال وتجاوبني عليه بصراحه. لو رحت التمرين ولقيت نفسك ناسي شرابك، ممكن تاخد شراب من اي حد؟ لا. ليه؟ عشان ده اول حاجه عفانه، لكن مش درجه حفانتي عامه. عفانه لكن هي دي مرحله من العفانه اعلى من الليفل اللي انت فيه كتير. انت في ليفل اقل في العفانه. انا 99 هي 100 بقى. يعني دي اقصى عفانه بالنسبه لك، انت تاخد شراب حد. وانت يا يوسف لو ناسي الشراب بتاع التمرين، ممكن تاخد شراب من اي حد؟ لا طبعا. وانت يا مريم؟ لا طبعا، هيكون في عفانه وحرق وقرف. ممكن نروح البيت بهدوم التمرين وننام؟ لا. وتعمل كده؟ ده بيبقى فيه عرق من كتر الرياضه. ساعات بخرج بيها ما بعد ما اخلص التمرين، بقعد في النادي اسمي ارجع بقى تعبان، مش طايق حد قدامي. هو انت مامتك عامله معاك ايه يا معز؟ يعني قادره تواجه ازاي هذا الكم الكبير من الكسل؟ بتزعق. بتزعق؟ والله غلبانه. انت محظوظ يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمنه هايص. يوسف، ايه علاقتك بالليفه؟ بالليفه؟ الليفه. علاقتك العاطفيه ما عندكوش ليفه؟ عندنا. طيب ايه علاقتك بيها؟ علاقه سطحيه ولا علاقه مهمه؟ لا شخصيه. شخصيه ازاي يعني؟ بتحبها؟ يعني في قصه حب بينك وبين الليفه؟ لا. امال ايه الحكايه؟ كلمني اكتر عن علاقتك بالليفه. اعمل بيها يعني عندك إيه؟ مايك هنا. هاي ايه ده؟ يعني بتستحمى بالليفه ولا بتضايقك علشان بتبقى ناشفه على الجسم؟ لا بستنى لغايه اما تطرى. يعني ممكن تطلب من ماما تستحمى مرتين 3 بالليفه الجديده، وانتوا كلكم بتستحموا بنفس الليفه، صح؟ كل واحد عنده ليفه. يا انا بختكم. واخويا نفس الليفه يعني. ده كانت تحسين، ممكن تديني الليفه بتاعتك تتليف فيها؟ والله انا والبيت كله ليفة بنفس واحده الليفه. ومقسمينها على 3. هو الليف غالي فعلا بس مش للدرجات دي. احنا عندنا ليفه بنستحمى بيها كلنا. هي دي العيله المصريه الاصيله. وانتوا يا حبيبي عندكم كام ليفه؟ هي ليفه لكل واحد. ليفه لكل مواطن؟ ما شاء الله. ولا حول ولا قوه الا بالله.
لما ماما بتقفش عليكي يا مريم وبتقولك لازم تستحمي وانت مالكيش مزاج، بتدخلي الحمام وتقفلي على نفسك وتعملي نفسك تستحمي، ولا بتستحمي وامرك لله؟ بقابل نفسي وخلاص واقول لماما انا استحميت يا ماما. وانت يا حبيبه بتعملي ايه؟ بدخل استحمى بس ببقى اللي هو عايزه ادخل اعمل اللي هو صوت. وانت يا معز بس في ممكن الآخر تقفل عليك بتعب. الباب وتعمل نفسك بتستحمى وانت اصلا قاعد جوه؟ ايه لا انا بقضيها حجج بقى، الميه سخنه الميه ساقعه الميه مش قد كده، هديها حجج لحد ما ماما تقول لي لا خليها بكره. والله الله يكون في عون مامتك. وانت يا يوسف بتعمل ايه لو ماما اصرت انك تستحمى وانت مش عايز تستحمى؟ بستحمى عادي طب يا يوسف عمرك غنيت وانت في الحمام بتستحمى؟ كتير. بتغني تقول ايه؟ سمعنا اي حاجه. كل الاغاني عامه. والرجل الغامض يا لهوي متخفف نضارة الاتباع ويبص ازاي او كده اهو. يلا سمعنا. قول بقى. ست انا لا غني. لا مش عايز. ليه؟ اعتبر نفسك في البانيو. بص الغزاله لكن بهدومك، ها بهدومك. وانت يا معز عمرك غنيت في الحمام؟ لا. وانت يا مريم؟ بغني كتير بتغني ايه؟ سمعينا اي حاجه. اغاني جديده اللي هي بتاعت شاديه اللي هي قعدت سنه وانا بجري ورا دي في اي حته انا مستنيه حلم اللي انا طب يلا غنيها لنا بسرعه. شاديه قعدت سنه وانا بجري وراه في اي حته انا بستناه، حلم اللي انا ببقى معايا قلت انسى ومش بنساه، طلعت بنتكلم حبه قالت لي عاطف انا مش حابه، طلعت شاديه انتي وحشاني قالت لي عاطف بقى انساني، طلعت تيجي نرجع تاني قالت لي لا لا لا، قلت لها ليه؟ لا سقفوا لنفسكم. لما ماما بتبقى خارجه ومعاها اصحابها ممكن تقفش علينا لو لابسين مش حلو او شعرنا مش متسرح؟ عشان بتخليني تفتكروا ليه ما بنغسلش وشنا بصابون المواعين؟ عشان ده بتاع المواعين لازم نغسله، عشان ده بتاع مواعين. ليه يا حبيبه؟ عشان ده ما اسموش صابون وش، اسمه صابون مواعين. وانت يا معز ليه ما بتغسلش وشك بصابون المواعين؟ هنغسل المواعين بايه؟ بوش هنا يعني ندهن بتاع انت عليه. اصلا بتغسل وشك باي صابون؟ انت بس قول هغسله واحنا هنجيب لك اللي انت عايزه. مش وانت يا بغسل يوسف؟ وشي انا بغسل باقي جسمي. ايه ليه تاني؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. هو احنا ليه يا يوسف لما بنشم ريحه غريبه بنعطس؟ بتبقى ريحه وحشه. ريحه الشراب المعفنه. طيب بقول لك يا يوسف، لو زميلك في الفصل ريحته طبيخ هتقول له ولا هتشم وانت ساكت؟ عشان وانا ساكت. اقول له طبعا. انا عادي هقول له انت كنت واكل ايه؟ واكل صينيه محشي؟ ريحه فسيخ في الفصل تفتكروا جايه منين؟ من ميس. انا رحت النادي في شم النسيم، ريحه النادي كلها كانت تقدر تلاقي حد كان فسيخ امبارح وراح المدرسه من غير ما يغسل بقه. طب المعطر اللي بيعطر الارض ده وبيخلي ريحه البيت حلوه لو دلقناه على نفسنا واحنا بنستحمى تبقى حاجه كويسه ولا حاجه غلط؟ تلاقيه في حاجات كيميائيه ولا حاجه. برافو عليك يا حبيبه، يبقى مليان حاجات كيميائيه وممكن تاثر علينا. لو اخوك الصغير مش عايز يستحمى وعمال يجري من ماما في البيت ممكن تقولي له ايه يا مريم تقنعيه انه يدخل يستحمى؟ هقول له خش استحمى وهجيب لك شوكولاته. هقول له اعمل اللي انت عايزه. هقول له خش يا حبيبي ربنا يهديك. وانت يا معز هساعده يجري هتساعده يجري؟ وهساعد ماما تقفشه برضه. تفتكر يا يوسف مين اول حد استحمى في العالم؟ الفراعنه. نيوتن. اشمعنى؟ نيوتن عشان هو اللي اخترع الجاذبيه فعرف ازاي الميه هتنزل عليه. لما الصابون بيدخل في عينيكوا بتعملوا ايه؟ بصوت. بقعد اعمل اقفل عينيا وانادي على ماما اخليها تجيب لي الفوطه. اول حاجه بحاول افتح عينيا كده بلاقي صابون يا يوسف لو ما استحمتش لمده اسبوع مين هيخاف من ريحتك اكتر، الكلاب ولا القطط؟ الاثنين. وانت يا معز؟ اللي هما ماما. ماما هي اللي مفيش حد. لو الصابونه عندها رجلين تتوقع هتجري منكم في الحمام ليه؟ عشان الصابونه مجنونه. عشان الصابونه بتزفلت وانا عندي مطر مع الصابونه اللي انت بتزفلت. الصابونه هتطلع تجري منك انت شخصيا. انا عندي مطر مع الصابونه. الصابونه عندها موضوع شخصي ما بينها يا معز ولسه متخانقين فمش عايزين يتكلموا بقى. انا بدي تذلل الصابونه، لو بقيتي ثابته انا هحبك. لو فقاقيع الصابون هتتكلم هتقول لك ايه؟
هتقول لي انت عمال تعمل مننا كتير، وفي الاخر ريحتك اصلا مش بتنضف. هتقولي شكرا ان انت بتستحمي كل يوم. اكن مثلا انا دلوقتي الفقاقيع وهي دلوقتي اللي بتقعد تتفرج على الفقاقيع. بتحبي تستحمي، بتحبي تستحمي. كلكم بتحبوا الحموم وكلكم لا. شاطرين. لا. نتمنى لمعز ان هو يحب الحموم زيكم. لا. يلا نشجعه ونقول له استحمى استحمى استحمى. بسببكم مش هستحمل الشهرين الجايين. يلا باي باي. على